السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا مزيانين في احسن الاحوال ديالكم ان شاء الله. كنتمنى اذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باشتراك وتعليق ولايك. هنا عندي نشارك معكم واحد البانكيك اللي المكونات ديالو بساط. هنا عندي واحد البيضه وجوج معالق كبار ديال السكر، ساشيه ديال فاني، وغادي نحرك الكل جيدا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، راه كلشي موضح. كنبقاو نحركوا بهذا الشكل. كنضيفوا شويه ديال الزيت، داك 2 معلقات، عندي 2 معلقات بالضبط ديال الزيت. عاوتاني كنحركوا مزيان، كنطربوا ديك المكونات مع بعضيتها غير بالخلاط اليدوي. هنا غادي نضيف كاس ديال الحليب، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. المهم كنخلطوا المكونات حتى كيتجانسوا. هنا غنزيد الدقيق اللي عندي زلافه ما يعادل بالكاس كاس ونص. غادي نبقى نزيد الدقيق شويه بشويه حتى نحصل على العجينه غتكون بحال العجينه ديال الكيك، بحال الخليط ديال الكيك. الخميره غنخليها اخر حاجه غادي نضيفها، هي الخميره ديال الحلوى. هنا غادي نضيف الخميره ديال الحلوى اللي من فئه 8 غرام، وغنحرك مزيان حتى تدخل في الخليط كامل. واخر مرحله هي اللي غادي نضيف فيها هاد الحبيبات ديال الشوكولا. هادو كيبقاو اختياريين بالنسبه انا عندي الوليدات، يعني كنفضل انني نستعملوا فيهم كيعجبهم بالشوكولاته احسن. مهم كتكون عندي واحد المقله يعني ما كتلصقش، كنعمل فيها الخليط بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. راه الصراحه الوصفه سهله واقتصاديه وكتجي بنينه للوليدات هكا المدرسه. من بعد ما كنشوفوها عملت هاد البويوقات كنقلبوا العجين ديالنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كيفاش كتجي محمره من القاع ديالها. وكنبقاو بنفس الشكل حتى نكملوا الكميه كامله. هذا هو الشكل النهائي ديال الكميه ديالي. انا غنفتح معكم وحده باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي هشيشه ومزيونه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها. والتزيين كيبقى اختياري.